يا صباح الورد والفل والياسمين على احلى واغلى متابعين، ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على الحبيب. نهاركم سعيد، ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والخير والتفاؤل والامل وراحه البال والسعاده. صباحكم معطر بذكر الله، اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. النهارده بقى ان شاء الله روتين جديد ويوم جديد. ابدأي يومك بتشغيل بقى القرآن كده في قلب المكان عشان تديكي طاقة إيجابية وتخلي المكان كله بركة وكله خير. النهارده بقى بصوا يا حلوين، أول يوم في الرجيم. هعمل بقى رجيم كده. أنا كنت عاملة رجيم برضو من فترة، وأقول لكم ازاي تعملوا رجيم من غير ما تروحوا للدكتور ولا تصرفي مصاريف وفلوس كتير وكل ده، وتخسي ازاي برضو في الوزن. ويلا بقى بينا بقى كده مع بعض نبدأ الرجيم بتاعنا. وكل واحد يكتب لي في التعليقات، امشوا معايا كده ايه يوم بيوم، واكتبوا لي في التعليقات هقول لكم يعني على الطريقة اللي انا خسيت بيها. واكتبوا لي بقى في التعليقات. انا كنت عامله الرجيم ده قبل كده، بس طبعا قبل ما حملت وكده وقفت الرجيم لحد ما ولدت وكده. فالبنت دلوقتي قربت على سنة هي، وانا وزني زاد جدا جدا، فقلت بقى ايه لا بقى ما بدهاش، لازم اعمل الرجيم. تعالوا بقى شوفوا هبدأ يوم ازاي دلوقتي. بصوا بقى يا حبايبي، كان عندي بقى شوية هدوم كده كتار كتار كتار، فمن الغسالة كده واشغل الغسالة واغسل شوية هدوم اللي عندي بقى كده واطلع انشرهم. فايه البنات بقى لازم الواحد يبدأ يومه كده بكل نشاط كده وهمة. قوموا يلا اتنشطوا وتشجعوا معايا. وبعد بقى ما خلصت الغسيل خدت الهدوم بتاعتي اتنشرتها. وبعد كده حبيب قلبي، البنات كان طلبوا مني صينية مكرونة بشاميل. يعني انتوا جايين تاكلوا مكرونه بشاميل وانا هعمل رجيم؟ يعني انا عملت رجيم وخلاص، يعني انتوا تاكلوا مكرونه بشاميل؟ دي الاكله يعني من اكتر الاكلات اللي الواحد يعني ايه بتخلع قلبه كده وبياكلها. يعني ما قالوا لي بقى انت عامله رجيم؟ احنا مش عاملين رجيم، احنا عايزين مكرونه بشاميل. قلت لهم ماشي اعمل لكم. بصوا قولوا له، هي كانت بتلعب، خدتها بقى عشان ارضعها وانام عشان اعمل بقى ايه صينيه المكرونه البشاميل. بصوا بقى يا حبيب قلبي، اول حاجه على ما اشوح كده البصل. اوعي اوعي كلي كل حاجه، واهم حاجه تشربي ميه كتير وتاكلي كل حاجه بس بكميات صغيره. الكلام ده يعني ايه. وما تتاكليش بعد المغرب. دولت اهم حاجه. كانت بتخسسني في الاسبوع حوالي 10 كيلو في الاسبوع، 7 كيلو. ده برضو رقم كويس. فعشان كده زي ما انا بقول لكم كده، ولا كنت بروح لدكتور ولا بصرف مصاريف كتير. طبعا مصاريف البيت مش محتاجه ان انتوا تروحوا كمان لدكتور الجيم. فانا كنت ماشيه كده مع نفسي، فانا عايزاكم انتوا كمان تمشوا مع نفسكم وتعملوا زي ما انا بقول لكم كده. وان شاء الله هتخسوا، وتكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا خسيتوا قد ايه الاسبوع ده. فانت هتاكلي كميات قليله، يعني مثلا انت كنت بتاكلي عيش 3 رغيفه، خليهم رغيف. كنت بتاكلي مثلا طبق رز، خليهم مثلا نص الطبق. قللي واحده بواحده، ما تقليش كتير. يعني ما تقليش كتير عشان ما تبديش ان انت تجوعي. وكل ما تحسي نفسك ان انت جعانه تاكلي خياره، تاكلي طماطميه، تاكلي اي حاجه فاكهه موجوده عندك. واهم حاجه تشربي ميه كتير. واهم حاجه ما فيش اكل بعد المغرب خالص. امشوا على الطريقه ديت وان شاء الله هتدعولي. بصوا بقى هنا عصقت اللحمه، عملت سلطه المكرونه البشاميل دي بالفراخ. عصقت اللحمه، شوحت البصله كده ونزلت بالفراخ وكركم وبهارات فراخ وملح بتاعي وفلفل اخضر مكعبات، ونزلت بطماطمايه مكعبات ومعلقه صلصه وقلبتها لحد ما استوت معايا. هنا بقى حطيت اللهم صل على محمد 5 معالق من الزيت، وبعدين 5 معالق من الدقيق. وعملت البشاميل بلتر من اللبن. انزلي باللبن على 3 مرات، يعني شويه بشويه بشويه عشان البشاميل ما يخرخصش منك. وحطيت له قالب مكعب مرق وشويه فلفل اسود لو ما فيش فلفل ابيض. وكمان حطيت له رشه كمون. وحطيت له ملح وكده. بصوا البشاميل بتاعي بقى جاهز وبقى كريم ازاي. احنا ولا يهمنا هناكل مكرونه بشاميل برضو، بس اخد قطعه برضو على قد كده من نفسي. هنا بقى كنت حطيت ميه تغلي عشان نسلق فيها المكرونه، وحطيت شويه نقطتين من الزيت وشويه من الملح. بصوا بقى يا حلوين على العصاك بتاعي، حاجه كده يعني وهم بصراحه. دي احلى صينيه مكرونه بالفراخ يعني، جامده جدا. بصوا كل حاجه بقت جاهزه معايا، هي البشاميل والمكرونه والصينيه بتاعتي اللي انا هعمل فيها. زي ما قلت لكم، انا اعرف ناس كتير بتروح ماشيه مع دكاتره كتير للرجيم، وبيصرفوا فلوس كتيره قوي جامده جدا جدا. وكمان ما بيخسوش، يعني كمان بيصرفوا فلوس ومحرومين من كل الاكل وما بيخسوش. انما الطريقه ديت هتخليكم تاكلوا كل حاجه نفسكم فيها. وكمان بس تاكلوا بكميات صغيره وتشربوا ميه كتير. وكمان بعد المغرب ما فيش اي اكل خالص غير شرب ميه. بس ده اللي هيخسسك، وصدقوني هيجيب معاكم نتيجه.
انا بقى ده اول يوم هبدأ برضو معاكم، وابقى اقول لكم برضو انا عملت ايه في اخر الاسبوع. بصوا هنا بقى الصينيه بتاعتي بطلناها اهوت بالبشاميل. بصوا بقى يا حبايبي، وبعد كده نزلت بقى قلبت شويه من البشاميل، تقريبا نص كميه البشاميل على المكرونه بتاعتي، وبعدين نزلت بطبق اهوت من المكرونه على الصينيه اسويها بالشكل ده. وهنزل بقى بالعصاق بتاعي بتاع الفراخ كده. بصوا يا جماعه شكل الاكل والله يعني حاجه تفتح النفس، يعني حاجه تجري الريق كده، والصينيه لسه نيه. ايه رايكم بقى يا حبايبي في العصاق ده؟ تحفة تحفة تحفة. ونسيب بقى كمان اقول لكم، بلاش بقى الازواج بقى اللي بيقعدوا يقولوا لزوجاتهم انت تخينة، روحي خسي شوية، مش عارفة ايه. لا، شجعوهم وارفعوا من روحهم المعنوية عشان ان هم يجدوا يخسوا وتبقى زي ما انت عايزة، عشان ما يبصوش بره. في اهم حاجة في الرجيم ده ان انت يكون عندك ارادة. طول ما الواحد عايز يخس او نفسه يخس، هيبقى عنده ارادة. اتشجعي كده، مش يومين كده وتبص تلاقي نفسك خلاص. صدقيني الموضوع بيبقى صعب اول 3 ايام، وبعد كده انت تتعودي على الاكل ده. وكمان ظبطي الاكل بتاعك انه يبقى صحي، ما تحطيش زيوت كتير في الاكل. هنا بقى حطيت طبقة البشاميل، المكرونة اللي فاضلة، وبعدين طبقة البشاميل، ونزلت عليها بقى بكام قطعة قشطة كده من على وش اللبن. ياه حاجة انا جوعت. من على وش اللبن، ودخلتها الفرن من تحت لمدة 10 دقايق، وطلعتها على الشبكة تاخد اللون كده. خدت في الفرن حوالي نص ساعة، وده كان شكلها بعد ما طلعت من الفرن. ايه رأيكم بقى؟ جامدة جدا جدا، ولا بيض ولا اي حاجة. بصوا بقى يا حبايبي، اللي انا بقول لكم عليه ده والطريقة اللي انا مشيت عليها في الرجيم ديت واتبعتها، خسيت عليها 25 كيلو في 4 شهور. يعني رقم كبير جدا على الوقت ده. فاهم حاجة ان انت يكون عندك ارادة، وان انت عايزة تخسي، فانت عشان كده انت هتخسي. شايفين بقى شكل المكرونة كده والبشاميل بتاعها كده والفراخ يقرقش، حاجة تحفة جدا يعني. وتعالوا بقى اتفضلوا معانا اتغدوا معانا بألف هنا وشفا ليكم. وديت ما نسيت اقول لكم ان ديت القطعة اللي انا هاخدها من الصينية دي كلها يعني. شايفين يعني. يلا الحمد لله. بصوا هي ديت القطعة دي بقى، هعمل لي بقى كده طبق سلطة. بصوا اهي، اكلوا معاها. مش هروح بقى اكل نص صينيه المكرونه واقول عايزه اخس، لا، هي القطعه دي اللي انا وريتها لكم. انا قصدت ان انا اقطعها معاكم اهوت عشان تشوفوا ديت القطعه اللي انا هاكلها، واعمل كمان طبق سلطه كده عشان يشبعني، واشرب بقى شويه ميه كتير كده. ويا رب بقى ايه تكون الطريقه عجبتكم. نسيت اقول لكم ان انتوا ما تحطوش اي زيوت كتير في الاكل، وتخلوا الحاجات بتاعتكم اكترتها تبقى مسلوقه ومشويه. ده كمان هيساعدك ان انت تخس بسرعه. ويا رب في النهاية يكون الفيديو عجبكم، وكونوا استفدتوا مني بأي حاجة. واللي حابب يجرب الطريقة ديت ويمشي معايا في الرجيم اللي انا هعمله ده، يمشي معايا، واكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا عملتوا ايه، وصلتوا لحد فين. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقول لكم ما تقطعوش المكرونة وهي سخنة.